ربنا يسامحك اللي اقترحت عليا اللابتوب ده. انا عارف ان التفاحه مع الجاكيت الجلد ده بيحسسنا بالثراء، بس كل ده اي كلام. جاي لكم بالخلاصه كالعاده. الخلاصه اني عارف ان كل قايل لك ان اللابتوب ده احسن لابتوب على الكوكب كله وبيعمل كل حاجه، بس خليني اصدمك واقول لك ان الماك بوك اير ممكن يكون اكبر خدعه تقنيه ممكن تلبسها في 2026 لو مش عامل حسابك على الحاجات اللي هقولها دي. وبجد انا بقول لكم تجربتي الحقيقيه 100% اللي محدش قالها ابدا على اي منصه. انا دوري كواحد بيحب ينصح غيره بالنسبه لمجاله انه ما يقعش في عيوب من العيوب. النهارده بنتكلم بكل امانه عن نسخه الماك بوك اير ام 1 8 جيجا. ابدا باول حاجه كده، 8 جيجا دي اصلا سجن لوحدها. اكبر واول فخ هتقع فيه هو فخ الرامات. تفتكروا ليه؟ مبدئيا لو جبت نسخه ال 8 جيجا فانت لبستها للابد. مفيش تطوير، مفيش استحمال، مفيش 20 تاب على كروم. تلاقي نفسك كمان فاتح برنامج مونتاج هتلاقي اللابتوب بيقول لك ارحمني. فانا ما بتكلمش عن بريمير، انا بتكلم على ان شوت اللي بنزله عادي يا جماعه من البلاي ستور عادي. يعني متخيلين ده ممكن يهنج وساعات بيضيع لي فايلات انا اوريدي منتجتها. مش اللي هو بكلمكم يعني ان انا فاتح 20 تاب كروم وكمان فاتح برنامج مونتاج تقيل، لا خالص، ما يستحملش الكلام ده وهيبدا يهنج بزياده. كل حاجه في اللابتوب ده بفلوس. في الويندوز انا كنت برنس صدقوني، اي برنامج كنت بحتاجه او بعوز اجيبه ضغط الزرار واحده كان بيبقى عندي. لكن في الماك انسى. اغلب الادوات البسيطه بفلوس، البرامج التقيله باشتراكات شهريه تهد الحيل. انت ما بتشتريش لابتوب، انت بتشتري فاتوره شهريه يا صاحبي. تفتكروا كده انا خلصت كلامي؟ طب بصوا بقى الفقر اللي جاي ده. عشان تركب فلاشه وماوس وشاحن وهارد فانت اصلا ما عندكش غير منفذين بس تايب سي. ففي الحاله دي انت محتاج تشتري كونفرتر او هاب، وانتوا عارفين اصلا اسعارهم عامله ازاي، فده يعني تمن فوق تمنه، فده اسمه فقر يا جماعه. اما بقى لو فاكر انك هتلعب عليه العاب الجيمنج اللي انت عارفها التقيله دي فانت غلطان يا صاحبي، لان اللابتوب ده اصلا ما فيهوش مروحه تبريد، مش هيستحمل، هيسخن منك. بس انا اقدر انصف اللابتوب ده في حاجه، بصراحه بطاريته حلوه مع اني حاجات اي اس انا مجربها في كذا حاجه وبطاريتها مش حلوه خالص، ولكن اللابتوب ده بطاريته كانت بتقعد باليوم من غير ما يفصل بصراحه. ولما بستخدمه كتير قوي كنت بشحنها مره واحده بس وممكن يقعد معايا اليوم التاني. بس برضو انا بقالي 4 5 سنين بس بستخدمه، ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل قدام شويه. برضو البطاريه مش احلى حاجه يعني. انا كل اللي انا عارفه ان لما انا جبته ان انا جبت اللابتوب ده اربيه على الهدوء والقيم. هو كويس ان انت تقدر تكتب عليه، خفيف جدا ودي من احدى مميزاته وساعدني جدا في السفر، بس ما ساعدنيش في اي حاجه انا جبتها عشانه، يعني ما ساعدنيش في اي حاجه. انا يا جماعه جرافيك ديزاينر، مش بينفع ينزل عليه برامج جرافيكس. وهنا تيجي الخلاصه، ده لابتوب عظيم لو انت طالب او كاتب، لكن لو انت جيمر او مهندس او رسام او جرافيك ديزاينر فده ما يعملكش حاجه. ده اخره مهام يوميه نحط عليه النوتس بتاعتنا عشان ما ننساش الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، بس كده. والكاميرا بتاعته حلوه على فكره لو بتدخل محاضرات كتير. فلو انت شخص متعود على الويندوز وعلى الكراكات بمعنى اصح هتكره عيشتك لو جبت الماك بشكل عام لو انت متعود على الكراكات. اما لو هتدفع المفروض هتاخد الاداء اللي انت شاريه عشانه. برضو الشاشه الوانها حلوه قوي، بس كل المميزات البسيطه اللي انا عمال اقولها لكم وسط كل حته في الفيديو دي ما نفعتنيش في اي حاجه خالص. الخلاصه يا جماعه، لو انتم متعودين على الكراكات والويندوز اشتروا ويندوز وما تسمعوش كلام حد. طوروا من نفسكم في حاجه انتوا شاطرين فيها او مرتاحين فيها، ملهاش علاقه بالشكل. انا لما جبته ما كنتش جايبه عشان منظر بيه، انا جبته عشان حد نصحني ان هو كويس جدا في الحاجات دي، ودي مش حقيقه. كان المفروض ادور كويس قبل ما اجيبه. وعايز اقول لكم 8 جيجا حتى لما تجيب هارد هو في مشاكل كتير. يعني انا جبت هارد ونقلت حاجه عليه وهو برده مش مستحمل حاجه. ما بقول لكم مفيش تطوير، يعني ما عادش في حاجه عليه اوريدي، برده مفيش مساحه برده. فايا يكن، فانا قلت لكم الخلاصه. حتى عشان اشتغل اوفيس عليه نزلت برامج الاوفيس اللي هي بتاعت مايكروسوفت وورد وباوربوينت، دول مريحين. البيجز والكينوتس والحاجات دي كلها يعني اللي بيحبوا قوي استخدامات اي او اس هيرتاحوا فيها، بس ستيل واقفه على الكتابه. انا ما كنتش جايبه عشان اكتب عليه، انا جايبه عشان جرافيكس، موشن جرافيكس، حاجات كتير، احلام. ما كنتش جايبه عشان لما الدكتور يطلب مشروع على فوتوشوب اقول له سوري هستخدم فوتوبيا. كنتش جايبه عشان لما الدكتور يقول لي استخدم بريمير اقول له سوري بستخدم انشوت. يعني انشوت برنامج مونتاج تحفه على فكره، هم عايزين ادوبي. قبل ما تقفلوا الفيديو عايز اسالكم سؤال وتردوا عليا في الكومنتات. لو معاكم ميزانيه الجهاز ده هتشتروه عشان البرستيج والبطاريه، ولا هتشتروا لابتوب ويندوز محترم برامات 16 جيجا وكارت شاشه محترم ينفعكم؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات. كالعاده انا نادر بشارككم التجارب بتاعتي لو حابين تتابعوني.